لو بتدوري على الشياكة والبساطة في نفس الوقت، يبقى مفيش قدامك غير قناة وصفتك مع أسماء. النهاردة هقدم ليكم فيديو حلو جدا وهيشجعكم وهيحفزكم وهيخليكي تتفرجي عليه وتقومي تعملي زي ما أنا بعمل كده بالظبط. لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة، علشان يلا بينا بقى ندخل البهجة والسرور على اهل بيتنا ونحسس اولادنا ان احنا في جو رمضاني، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب العالمين. اول حاجة بقى كده انا هوريكم انا هستخدم ايه، ومعظم الحاجات اللي قدامكم الرمضانية دي انا اللي عاملاها بايديا. هنتكلم عن كل حاجة دلوقتي. اول حاجة الشرايط الرمضانية اللي هي فيها المثلثات الخيامية دي ب5 جنيه. الشريط تقريبا 5 متر او انا مش فاكرة، المهم يعني هو ب5 جنيه. بعد كده شريط الفوانيس بقى، دي انا عملتها من كرتونة البيض. والله زي ما بقولك كده ان شاء الله انا هشوف الحاجات دي واعملها معاكم تاني. بعد كده المفارش الخيامية دي انا جبتها تقريبا المتر ب20 جنيه، وانا رحت عند ترزي وعملها لي وعمل لي الاطار الاصفر ده، والاطار الاصفر ده المتر فيه ب4 جنيه، عشان ابقى واضحه قدامكم واقول لكم كل حاجه بالاسعار. وشرايط النور دي الشريط ب25 جنيه. والفانوس ده الخياميه ده كان جاي لي وانا مخطوبه يا جماعه. شوفوا انا بحافظ على حاجتي اهو. بعد كده بقى معايا الشخصيات الرمضانية دي، معايا النهاردة بكار ومعايا طمطم ومعايا فنانيس، لسه عاوزة اجيب اشكال تانية ان شاء الله، بس دول اللي جم معايا. بعد كده بقى معانا ايه، برضو معانا الاشكال الرمضانية بس الورق، برضو بتتباع ب10 جنيه الكيس، في بتهيألي 5 شخصيات او حاجة. عربية الفول دي بقى انا اللي عاملاها السنة اللي فاتت بنفسي، وبجد انا بفتخر بنفسي ان انا لما بقرر اعمل حاجة بعملها الحمد لله وبفضل الله. بعد كده بقى يلا بقى بينا نشوف هنزين ازاي. بصوا بقى يا جماعة المشاركة حلوة، دخلت بقى زوجي وابني معايا كده المطبخ، ويلا نشارك بعض واتفرجوا بقى انا بعمل ايه. اول حاجة جبنا بقى الشرايط الرمضانية دي لازم تتعلق في السقف طبعا. جبت بقى المطبخ، عملت من المطبخ من هنا للناحية التانية علشان وانا واقفة تكون فوقي كده ومدية بهجة وسرور زي ما انتوا شايفينه كده. هوريه لكم مع بعض. عملت الشريطين. في شريط بقى تاني لقيناه طويل خالص، اللي هو بيبقى 10 متر ده تقريبا او حاجة، ده اللي بيبقى ب10 جنيه، يعني في ب5 وفي ب10. طبعا اللي انت عايزاه بقى اشتريه. اهم حاجة ان احنا نعمل حاجات بسيطة وفي نفس الوقت شيك، تكوني راضية جدا جدا على المكان اللي انت قاعدة فيه. بجد انا عاوزة اقول لكم المطبخ لما خلص وشفتوه كده في الاول كنت ما شاء الله راضية عليه جدا، وكان حلو وجميل. يلا بقى بنزين المطبخ قدامكم كده. بس في كلمتين بقى عاوزة اقوله لكم واحنا بنزين كده. بصوا يا جماعة، اهم حاجة في الدنيا والله بجد هي الرضا، انك تكوني راضية في المكان اللي انت قاعدة فيه، وانك تكوني باللي انت بتعمليه راضية بيه، واللي موجود واللي مقسوم راضية بيه. بصوا بقى، اول حاجة كده مفيش في الدنيا حياة بدون مشاكل، ومفيش في الدنيا حياة من غير زعل، ومفيش في الدنيا راحة. ربنا قال وخلقنا الانسان في كبد. كبد دي يعني مشقة وتعب. شوفوا والله انا بقول لكم الكلام ده فعلا، والواحد محتاج حد يقوله له يعني. تمام. بس بحب ان انا اوصل للمتابعين طاقة ايجابية وطاقة حلوة وباور لقدام علشان تقومي. ومهما كان في نكد في البيت، ومهما كان في زعل، ومهما الحاجات البسيطة دي والله بتخلي مود الانسان عالي، حتى لو ايه حاجات بسيطة. وطي عمر الموبايل شوية. فيا جماعة والله الكلمتين دول حلوين جدا. ساعات الانسان بيجي على نفسه، بس مش للدرجة اللي يعني اللي هي ايه اللي هي ميؤوس منها. لا، ساعات الواحد بيجي على نفسه عشان المركب تمشي وعشان الدنيا تمشي، بس برضو مش في المعقول. مش اللي هو غلط يا عمر الضرب ده اقفل، غلط يا اما تقوم. بعد كده الشريط الكبير ده مشيت بقى على المطبخ من تحت كله، يمين وشمال بالشكل ده. بصوا بقى يا جماعة، احنا كنا بنقول ايه لما ساعات الانسان بيجي على نفسه بس في الحاجات المعقولة، مش الحاجات الضغوطات اللي تخليكي تتعبي نفسيا، لا حاجات بسيطة برضو. فخلاصة كلامي ان انت تقومي لو معاكي 50 جنيه 30 جنيه بس مفيش غيرهم، هتنزلي هتجيبي حبلين، هتجيبي حاجات بسيطة تزيني بيها البيت، الصالة،
اي حاجه بقى المطبخ. انا شخصيا بعمل المطبخ عشان كل تصويري زي ما انتوا عارفينه طبخ، فحبيت ازينه عشان انا وقفتي فيه اكتر وبيعلي المود اكتر، فاهمين؟ فحبيت ان انا ازينه معاكم كده. واهم حاجه المشاركه برضو حلوه. بكده بقى ان احنا خلاص عملنا الشرايط. يلا بقى نتجه للكوفي كورنر، هنشوف هنعمله ازاي. جينا بقى للكوفي كورنر هنا ونزلنا بقى كل اللي عليه. واهم حاجه بقى الاول هننضفه كده، كل حاجه الحمد لله نضيفها عليه. انا اصلا كنت المطبخ ده قبل رمضان لازم اقلبه قلبه كده. ان شاء الله المره الجايه هنكون بنعمل روتين مع بعض وتشوفوا احنا بنعمل ايه. اول حاجه بقى كده اتمسح، والمفارش هعملها عليه مثلثات كده زي ما تكوني ايه عامله زي مفارش النيش كده ما بتعمليها. ويلا بقى بينا نرص الشخصيات. اول حاجه الكوفي كورنر ما بتحطش عليه غير مثلا المشروبات، الشاي والسكر، القهوه، مكنه القهوه، كاتل الشاي، فناجين، ده معروف بكده يعني. والمفارش عملت 2 فوق و2 تحت، يعني المطبخ كله كلفني 5 لان انا لسه هحط تحت الميكروويف 1. عملت 5، ال5 دول متر، المتر ب20 جنيه. تمام. كده بقى برص عليه الحاجة، الشخصيات اهو. حطيت طمطم وفنانيس وبكار، دول اللي كانوا موجودين في المحل يوم ما كنت رحت. انا كنت عاوزه اجيب بوجي، وكنت عاوزه اجيب الراجل اللي هو عارفينه السني ده اللي بيجي مع فنانيس، وكنت عايزه اجيب البنوته اللي بزعروره من فوق، بس كل ده لسه ما كنتش موجوده. ولسه برضو في فانوس ايكي عاوزه اجيبه. المهم يعني عدلت برضو شويه حاجات بعد ما عملنا كده. انتوا عارفين يعني ان تفكيرنا بنقعد نعدل كام حاجه في كام وقت في الوقت نفسه يعني. بس حطيت فوق بقى طقم القهوه كده، بعده شوية شخصيات والفناجين، وتحت السكر والشاي والقهوة. وحطيت الراديو يا جماعة، الراديو ده في المطبخ حياة تانية خالص، سعادة لا تنتهي حقيقي. الراديو ده سعادة لا تنتهي على إذاعة القرآن الكريم كده طول ما انت واقفة. بصوا بقى، بيخليكي طول ما انت واقفة تذكري ربنا وتسمعي قرآن وتسمعي أسئلة وتعرفيها، وتعرفي في الدين حاجات كتيرة قوي بجد. هاتوه والله، دي نصيحتي بجد، هاتوه. يلا بقى نحط حبل النور. عملته كده من تحت اخر رف بالشكل ده، كان جميل قوي. هو كده اللي بيدي بهجة في البيت وكده. بصوا يا جماعة، لازم القنوات مننا لازم تديكوا طاقة ايجابية. احنا مش طالعين علشان ان احنا نقدم اي محتوى وخلاص، وان احنا لا، لازم تكوني المشاهد اللي بيتفرج عليا ياخد مني حاجة، يا اما كده يا اما خلاص ما اقدمش حاجة. انا من يوم ما فتحت القناة وانا كده، انا الحمد لله قناتي لحد الان هنا على اليوتيوب او الفيسبوك الحمد لله عليها ارشيف من الوصفات. يعني القناة بتاعتي دي الحمد لله والشكر لله ما فيش وصفة مش عليها. وبكل بساطة ممكن يكون لسه الحمد لله ما كبرتش في القناة او لسه متابعينها قليلين، بس بالقليل رضيت. والحمد لله لما بنزل وصفة لو 2 3 قالوا لي حلوة ده كفاية، بس ايه بيدوني باور ان انا اعمل تاني. شايفين عمر بقى وهو بيزين معايا؟ اقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. متسحرات جاي. ايوه، في رمضان. في رمضان. بعد كده بقى ننتقل للجزء التاني، الناحية التانية بقى التلاجة والديب فريزر. قلت ايه، والرخامة دي شلت بقى العجان حطيته الناحية التانية عشان احط اسمها ايه، عربية الفول والفانوس والطبلة هنا قدامي كده في التصوير. والتلاجة بقى والديب فريزر حطيت عليهم شخصيات، كنت جايبة شخصيات مغناطيس كده، والفانوس والنجمة والهلال كله لزقناهم عليهم كده. بس قعدنا نعملهم بشكل عشوائي عادي جدا اهو بالشكل ده. اللي على الفرن اللي على الديب فريزر ده الفرن اللي عليه الحافظة ده يا جماعة، عشان اللي هيسأل يعني.
وانت طيبين. قول لهم اللايك. لايك. هما يقولوا لك وانت طيب يا عمر، وان شاء الله بقى تصوم السنه دي. ايه رايك؟ ماشي. خلاص عمر يا جماعه هيصوم السنه دي. الجو قلب النهارده قوي هوا. اهم حاجه دخلوا الفرحه على بيوتكم يا جماعه، واهم حاجه برضو ان احنا نكون راضيين بكل اللي مكتوب وكل اللي ربنا قسمه لنا. تكون اهم حاجه الرضا ده هو اللي بيزود ايه كل حاجه احنا عايزينها، هو اللي بيدينا كل حاجه احنا عايزينها. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يجيب علينا رمضان في كل بيت بفرحه وسعاده، ويا رب يزيل كل الهموم اللي في كل بيت، اللهم امين يا رب، ويفك كرب كل مكروب يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق بحق الشهر الفضيل اللي احنا داخلين عليه، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا يا جماعه، الدعاء بيغير القدر، ما تبطلوش دعاء، بيغير القدر. هنا بقى طبعا عمر كان عاوز سكر، اديت له سكر، وكنا بنكمل بقى باقي الحاجات دي. يلا كده بقى خلصنا، يلا بقى تشوفوا المطبخ بشكل نهائي. هيبصوا هيدوكوا بقى طاقة كده، والكل يلا يقوم ويعمل المطبخ. شوفوا انا برضو غيرت، انا برضو بعد لما وليد لزقهم. بس رامز هيجي في رمضان. ورامز هيجي في مرضاه. استنوا رامز انت بتعمل له اعلان يا ابني. انا غيرت. اشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واستنونا بقى في روتينات جايه كتير وفيديوهات رمضان. انا نزلت الفول والزبادي، اتمنى ان انتوا تعملوها بطريقتي، بصراحه ما حدش دقها من ايدي الا وقال لي عظمه بجد. وده الشكل النهائي للمطبخ. تعالوا بقى نطفي النور ونشوف كده، شايفين الجمال؟ والليد بتاع المطبخ اساسا ازرق، يعني الليد برضو عامل شغل مع الحاجات دي. كل سنه وانتوا طيبين. كل سنة وانت طيبين. ده بقى الفانوس، وده الشكل النهائي. كل سنه وانتوا طيبين، واستنونا في فيديوهات جايه.